رسالة لمواليد الثمانينات والتسعينات، أبهات الحاضر والمستقبل. تعالوا معايا كملوا الفيديو عشان أقول لكم رسالة مهمة جدا تخليكم تستعدوا ليوم الجمعة الصبح. زمان كان كل يوم جمعة الصبح دي حاجة يا جماعة من ثقافة الشعب المصري ومن ثقافة كل الرجالة على مستوى العالم، حاجة كده نوستالجيا. كان الأب يصحى يوم الجمعة الصبح صحي ولاده، يلا نصلي يلا نعمل، وبعدين هوب تبدأ دورة تصليح شاملة في كل أنحاء البيت. مفيش فسفوسه في البيت تتساب من غير ما تتصلح. سماعه دش بقى، حنفيه بتنقط، خشبه مكسوره نصلحها، الدش محتاج يتظبط، الكمبيوتر محتاج يتربط، حاجات كتير. وكل الحاجات دي كان الابهات ساعتها بيعملوها بحاجات بسيطه، تلاقي كل اللي عنده في الدرج بتاعه حته مفك. تعال بقى اقول لك ازاي تقدر تستعد لتصليحه يوم الجمعه باحسن عده وعلى قد الايد، وفي نفس الوقت ما تحتاجش اكتر من كده ولا تبقى جايب عده بزياده. في 3 طرق هقول لك عليهم في اخر الفيديو ازاي تقدر تجمع المعدات اللي انت محتاجها بالظبط. شويه المعدات اللي قدامك دي تقدر تغنيك عن اي حاجه، شويه معدات مش هتكمل في حدود 300 400 جنيه بس تغنيك عن حاجات كتير قوي، عن صنايعيه، عن تضييع وقت. كل الحاجات دي لو موجوده في بيتك هتقدر تقوم في اي وقت انت عايزه تصلح اي حاجه انت عايزها. بقى اي موقف حرج حصل فجاه تقدر تلحقه، ولو حاجه ضروريه تقدر برضو تنقذ الموقف عقبال ما تتصرف وتجيب صنايعي. الاختراع ده يا جماعه معزته في قلبي زي معزه البنسه دي عند الكهربائي بالظبط. الاختراع ده فرق جدا معايا. كمل معايا لاخر الفيديو عشان اقول لك الاختراع ده ايه وتجيبه منين. اهم حاجه واول حاجه المفروض تبقى موجوده معاك في البيت مفك عاده ومفك صليبه. اول حاجه المفك العاده ده لان في مسامير معينه ما بينفعش تربط غير بالمفك العاده. تاني حاجه المفك الصليبه ده عامل زي الجوكر، بيمشي معاك في كل حاجه وفي اي حاجه تلاقيه داخل، مسامير صغيره مسامير كبيره مسامير كل الاحجام هتلاقيه شغال معاك. بس اهم حاجه وانت بتجيبه ما تبقاش راسه يا اما عريضه ولا رفيعه قوي، تبقى حاجه متوسطه عشان تمشي معاك مع المسامير الكبيره وكمان المسامير الصغيره. تعال اقول لكم بقى على نصيحه سريعه، لو انت عايز توفر فلوس وتوفر كمان مساحه مش لازم تجيب مفكين، في مفك واحد بيبقى من الناحيه دي عاده ومن الناحيه دي صليبه، تقدر تقلب ده يبقى عاده وتقدر تقلب ده يبقى صليبه. دي نصيحه مهمه لازم تخلي بالك منها وانت بتشتري. تاني قطعه المفروض تبقى موجوده في كل بيت وهي البنسه دي. البنسه دي مهمه جدا، مفيش صنايعي في الدنيا بيبقى ماشي من غير القطعه دي خالص. ليه؟ لان فيها اكتر من استخدام. القطعه دي تعتبر جوكر في اي صنعه موجوده. اول حاجه تقدر بيها ان انت تخلع مسامير سواء من اخشاب سواء من حوائط سواء من اي معادن، فدي اول استخدام ليها. تاني استخدام ليها ان انت تقدر تربط على المسامير وتقرط على المسامير في حاله لو انت مش معاك مفاتيح نفس مقاس المسامير دي. تالت استخدام ليها ان فيها القصافه دي بتبقى مهمه جدا في اسلاك الكهرباء، هي اللي بتقدر بيها تقص اسلاك الكهرباء وكمان تقشرها عشان تقدر توصلهم بنجاح. حبيبتي افتحي شباكك انا جيت. شاكوش يا جماعه معلش. بصوا يا جماعه الشاكوش ده مفيش بيت يخلو من الشاكوش ولا المفتاح الفرنساوي ده. بس هقول لكم بقى معلومتين لازم تخلي بالكم منها وانتوا بتجيبوا الشواكيش بتاعتكم. مبدئيا الشاكوش ده الى حد ما شاكوش نجاري. يعني ايه نجاري؟ يعني بيستخدم في النجاره. بسبب الحته دي تمام في ناس كتير ما تعرفش استخدامها ايه. احنا بنستخدمها ان احنا بنخلع المسامير من الخشب ده لو عايزين نعمل. وبرده في تريك كده لسه شايفها من قريب ان احنا نقدر نستخدم دي مش بس في خلع المسامير لا كمان في دق المسامير. ده بالنسبه للشاكوش. وحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تجيبوا الشاكوش تبقى ايده طويله شويه الى حد ما عشان خاطر يبقى معاكوا عزم وانتوا بتضربوا عشان ما يخلعش منكم ولا الراس دي تخلع منكم وانتوا شغالين. تاني حاجه بقى معانا وهي المفتاح الفرنساوي. المفتاح الفرنساوي ده هتلاقوا منه تقريبا الشائع في السوق، هتلاقوا منه 3 مقاسات، في المقاس الوسط ده وفي مقاس اكبر شويه وفي مقاس اصغر شويه. خليك في المقاس الوسط. المقاس الوسط ده هينفعك في حاجات كتير قوي، من اول الصواميل الصغيره جدا لحد الصواميل الكبيره بتاعه الانابيب وبتاعه الحاجات دي. ده حاجه مهمه جدا هيغنيك ان انت تجيب طقم مفاتيح كامل وكبير بالشيء الفلاني. ده هتلاقيه ارخص كتير واحسن وهينفعك في حاجات كتير جدا. برضو من الحاجات المهمه ان هي تبقى موجوده في البيت عندك المتر. جبت سلك عايز توصله، عايز تجيب اي حته مكتب حته رف اي حاجه عايز تحطها في البيت عندك، هل هتعرف تحدد مساحتها من غير ما يبقى عندك متر زي ده؟ لا طبعا. فعشان كده مهم جدا ان اي بيت يبقى موجود فيه متر عشان تقدر تستخدمه في كل حاجه. انت ممكن تقيس بيه طولك اساسا، مش لازم تستخدمه في حاجه في الشغل يعني. بس نصيحتي وانت بتشتري المتر
هات نوع كويس عشان خاطر المتر ده اول حاجه بتبوظ في العده. ممكن تلاقي بقى ايه كسر، السوسته بتاعته باظت فمبقاش بيقفل. وفي نصيحه تانية هقولها لك، ان في طولين من المتر في السوق، في طول 5 متر وفي طول 3 متر. خليك في ال5 متر هيبقى احسن لك واوفر لك. ده لو مش موجود عندك مش هتلحق الموقف خالص. في اي موقف تقدر تلحقه في الكهرباء بحته شريط لحام ثمنه مش هيعدي 15 جنيه. وفي الاخر الحاجات دي لازم برضو تبقى موجوده عندنا، بس مش بنفس اهميه بقيه الحاجات اللي قلناها في الاول. الحاجات دي بتبقى موجوده عندنا عشان تسهل علينا حاجات وتسرع لنا حاجات تانية. يعني مثلا عندك مسدس الشمع ده. مسدس الشمع ده حاجه بسيطه جدا، برضو موجود في مكاتب كتير او موجود عند ناس بتوع معدات كتير، بس هو فعلا حل عملي جدا. يعني لو انت قاعد في بيتك وحته من العفش اللي عندك في التنجيد بتاعه اتقطعت، تقدر بمنتهى السهوله بدل ما تاخده توديه عند المنجد ويصلحه لك وبتاع، حته شمع من مسدس الشمع وتقدر تلزقها ولا كأن اي حاجه حصلت. تاني حاجه برضو معانا وهي التكر. التكر دي هي دباسه بنستخدمها في تدبيس الاخشاب في بعضها او تدبيس حاجه في الحيطه، لان هي بتطلع دبوس بيبقى طوله طويل جدا وفي نفس الوقت بتديله دفعه عاليه فبيقدر يخترق الاخشاب او كمان يخترق الحوائط يعني. فدي برضو حاجه مهمه جدا، لان انت لو عايز تعلق براويز بقى، تعلق اي حاجه في الشقه عندك، فريمات، دي تقدر تساعدك ان انت تعمل المهام دي كلها من غير بقى مسامير وتخريم في الحيطان والكلام ده كله. جينا بقى لمفاجاه الفيديو ده اللي انا قلتها لكم في نص الفيديو. دي سبراي لزق. يعني ايه؟ يعني السبراي ده بيلزق اي حاجه في اي حاجه. عايز تلزق حديد في خشب هتلزق، عايز تلزق خشب في حيطه هتلزق، عايز تلزق خشب في خشب، رخام في رخام، حرفيا بيلزق كل حاجه. السبراي ده عباره عن ايه؟ دي تيوب فيها سبراي عادي جدا، ودي كمان تيوب فيها ليكويد. الليكويد اللي موجود ده شبه السوبر جلو شويه او الامير شويه، بس ينشف ويصلب اكتر. انت كل اللي بتعمله ان انت بتجيب نقطه من هنا تحطها على السطح اللي انت عايز تلزقه، سواء خشب او حوائط او اي حاجه، وتحط نقطه على السطح التاني وبترش المصلب في الناحيتين وبتلزق. بتفضل ماسك الحاجه اللي انت عايز تلزقها دي لمده بالظبط 5 ثواني ل 10 ثواني، حرفيا بتمسك كانك مسمرها بمسامير. في الاخر بقى انا لازم اقول لك على حاجه مهمه جدا، ازاي تقدر تجيب عده. احنا كده قلنا المعدات الاساسيه اللي المفروض تبقى موجوده في كل بيت، بس ازاي اقدر اجيبها؟ عندك 3 طرق مفيش غيرهم. اول طريقه ان انت عادي تنزل عند اي موان جنبك او عند اي حد بيبيع معدات او حتى سوق العدد اللي موجود في العتبه، وتجيب بقى من محل ده حاجه ومن محل ده حاجه، وتجيب في الاخر بوكس، علبة تلاجة بقى، بوكس بلاستيك، وتحط فيه كل المعدات دي ويبقى هو ده صندوق العدة بتاعك. دي أول طريقة. تاني طريقة إن أنت تروح تتعامل مع براندات أو شركات معينة في المعدات، زي مثلا إنكو، زي توتال، زي كراون. الشركات دي برضو بتبقى عندها معدات حلوة جدا وكمان بيبقى عليها ضمان، بس هي بتبقى أغلى شوية من المعدات اللي موجودة في السوق. تجيب منها برضو، تقدر تجيب منها المعدات كل حاجة لوحدها. يعني ممكن تجيب بالمفك، تجيب بالشاكوش، مش لازم تجيب طقم مفكات على بعضه، وبعد كده برضو هتجمعها سواء في بوكس او تشتري شنطة من عندهم وتجمع فيها. اما بقى تالت طريقة دي برضو مهم جدا ان انت تبقى عارفها، بس انا ما افضلهاش قوي، ان هي ان انت في شنط معدات جاهزة بتبقى موجودة عند الشركات دي زي توتال وكراون وانكو. بتبقى الشنطة جاهزة، بتبقى الشنطة فيها مفك وفيها شنيور وفيها شاكوش وفيها متر، فيها كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، بس مشكلتها الوحيده ان يبقى فيها معدات زياده اكتر من احتياجك وانت بتدفع فلوس الكلام ده في الاخر. فانا من رايي لا، انت ممكن تنزل الشركات دي تجيب نفس المعدات بس بالواحده وتجمعها انت مع نفسك، على الاقل هتوصل لاحتياجك اللي انت عايزه. النهارده انا كده عرفتكم ايه المعدات اللي المفروض تبقى موجوده في كل بيت لا غنى عنها. تعالوا معايا بقى لو عايزين تعالوا بالليفل شويه واقول لكم في الورشه ايه الحاجات اللي انتوا هتحتاجوا تجيبوها كهرباء وايه الحاجات اللي انتوا هتحتاجوا تشتغلوا بيها مانيوال زي ما هي.